أغرب لغز في تاريخ الطيران، وأكتر من 26 دولة بيدوروا على الطيارة، لا لاقيين الطيارة ولا لاقيين ال 239 شخص اللي كانوا عليها. رحلة الخطوط الماليزية MH370. حادث الطيران اللي بحكي لك عنه ده حصل في 2014، ولحد النهاردة في 2025 الدنيا مقلوبة على الطيارة دي. لأن اللي حصل في الطيارة دي شيء غريب، ومش اي غريب. كل الاحداث والمعلومات اللي انا هقولها لك النهارده مبنيه على التقارير الرسميه. بيقول لك يوم الجمعه يوم 7 مارس في 2014 الساعه 11 بالليل في مطار كوالالمبور، في رحله كانت طالعه من المطار ده متجهه لمطار بكين الصين. رحله كان رقمها MH370، والطياره بتاعت الرحله كانت من طراز بوينج 200 ER 370، ودي كانت من أأمن وأحدث الطيارات وقتها. والكابتن بتاع الرحلة دي كان اسمه زهري أحمد شاه، عنده 53 سنة وخبرة في الطيران 18,000 ساعة. وإنما المساعد بتاعه كان اسمه فريق عبد الحميد، شاب عنده 27 سنة، خبرة ومؤهل جدا، وعمل 2813 ساعة طيران. المهم كان في على متن الطيارة دي 2027 راكب من 15 جنسية مختلفة، اكترهم كانوا صينيين. كان في 153 صيني و58 ماليزي، والباقي من فرنسا وكندا والهند. ده غير ال 12 فرد بتاع طاقم الرحله، يعني كان على الطياره 239 شخص. الساعه تيجي 12 و41 دقيقه، وهنا الطياره اقلعت وبقت في السماء. الاجواء كانت عاديه والطقس كان جميل ومفيش اي تحذيرات ولا علامات غريبه. وبعد الاقلاع بدقائق معدوده الكابتن يتواصل مع برج المراقبه الماليزيه. الساعة كانت 1:19 دقيقة، وآخر جملة اتسمعت من الكابتن دي جود نايت ماليزيان 370. Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. وللأسف دي كانت آخر مرة حد يسمع حاجة من الطيارة دي، ومحدش سمع منهم أي جملة تانية، لأن بعد الجملة دي بدقيقتين عينك ما تشوف إلا النور. الطيارة تختفي من على الرادار المدني بالكامل، وهنا مش معناها إن هي وقعت، لا، لأن الرادار العسكري كان لسه لاقطها. ولكن الغريب إن الترانسبوندر بتاع الطيارة وكل الاتصالات بتاعتها وقفت، والطيارة ما بقتش مستقبلة أي إشارة. ومرة واحدة الطيارة تغير اتجاهها وتسيب المسار اللي رايحة له، وترجع لاتجاه غرب ماليزيا وتعدي من فوق جزيرة بيان، بعدين تدخل ناحية بحر أندمان. وفي الوقت ده الركاب ما كانوش واخدين بالهم من أي حاجة غريبة، كانوا بياكلوا رز بلبن مع الملايكة. أما فوق اللي نايم نايم واللي بيلعب على التليفون بيلعب على التليفون، وتحت على الأرض الدنيا متلخبطة والعالم كله متفاجئ، والأبراج المدنية كلها فقدت الإشارة من الطيارة. والطيارة هنا بقى كأنها شبح طاير في السماء. والغريب إن في نفس الوقت ده تليفون الكابتن لقط شبكه من برج شركه بيانج، ما كانش فيه اي مكالمه اتعملت على تليفونه، مجرد بس ان هو لقط الشبكه بتاعته. وده موضوع اثار التساؤلات. وبعد مرور ساعه، وتحديدا الساعه 2:21 دقيقه، الاقمار الصناعيه سجلت ان الطياره رجعت تتواصل تاني تلقائيا مع المنظومه. وتلقائيا بعد كل ساعه والتانيه تبدا تلقط اشارات خفيفه. الاشارات دي كانها كده اشارات ترحيبيه بتروح وبتيجي ساعات كتيرة، فضلت لحد 7 ساعات، ومن بعدها تختفي الإشارات تماما. الله، هو اللي بيحصل يا جدعان؟ وهنا كان المتوقع إن وقود الطيارة خلاص، والمتوقع إن الطيارة تقع في أي حتة في المحيط.